السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتناقش في موضوع مهم جدا، وهو معرفة الكتكوت السليم والكتكوت المريض وطريقة فرز الكتاكيت. طبعا طريقة فرز الكتاكيت دي بتنفعنا لما نكون رايحين نشتري كتاكيت من السوق او من مكان معين، مزرعة معينة، مكان متخصص في ده، اي حتة يعني بنشتري منها كتاكيت. هنلاقي دايما ان احنا عندنا مشكلة ان احنا بنشتري كتاكيت لو عددها كبير جدا، بنضطر نروح لمكان موثوق، مزرعة موثوقة، شركة موثوقة. حلو. انما لو العدد متوسط، عدد قليل تقدر تعده بنفسك، فهنا بقى انت لازم تعمل ايه؟ لازم تشتريه من مكان صغير او من بياع في السوق، وساعتها انت لازم يبقى عندك الخبرة في معرفة الكتكوت السليم والكتكوت المريض وازاي تفرز الكتاكيت، وده موضوعنا النهاردة. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. قبل اي شيء، وانت رايح تشتري كتكوت لازم تبقى محدد شوية حاجات. يعني انت محدد بعض البنود كده لازم تركز فيهم. اول حاجة لازم تعرف غرض شراء الكتكوت ده، انت عايز تشتريه ليه؟ هل هتجيبه لانتاج البيض فهتركز في السلالة اللي بتساعدك في انتاج البيض؟ هل هتجيبه لانتاج اللحم؟ برضو هتركز في السلالة بتاعة انتاج اللحم. تمام. هل عايزه للحم والبيض مع بعض؟ فبرضو هتروح لسلالات بتساعدك في انتاج اللحم والبيض في نفس الوقت، زي البليموس روكس. تمام. او ويندوتس. تمام. بعض السلالات بتبقى ايه؟ لانتاج البيض وانتاج اللحم في نفس الوقت. طيب، دي اول حاجة، انت بتحدد غرض شراء الكتكوت. تاني حاجة، من الضروري انك تركز على فكرة شراء الكتاكيت من مصادر موثوقة او تاجر معروف لضمان خلوها من الامراض. شيء مهم جدا، حتى لو هتشتري كمية قليلة حاول تشتري من حد سمعته كويسة في السوق. تمام. عشان لو فيها امراض في بداية الامراض وكده انت مش هتعرف تلحقها، مش هتعرف تلحق الطيور لو هي في بداية الامراض، او في يعني بمعنى اصح انت مش هتعرف تاخد بالك. فبعد كده انت مش هتعرف تلحق الموضوع، لانه ببساطه هيقول لك الطيور كانت عيت عندك لما راحت لك. لا، هي بدايه المرض كانت عنده هو، عندها ضعف مناعه، مش بيهتم بيها، مش بياكلها كده يعني. فلازم تروح لمكان ثقه. تمام. لازم تتروق وتشتري بهدوء قبل ما تتغرم في الفلوس. تالت حاجة، لازم نجهز العنبر ونعقمه كويس قوي قبل وصول الكتاكيت، علشان نبقى ضامنين ان اي اصابة عندهم هتكون من عند التاجر مش من عندنا. هنعقم المكان، ننضفه، نطهره هو والادوات المستخدمة كلها. لازم ننتبه لطريقة نقل الكتاكيت من التاجر الى المزرعة. لازم نراعي سلامتهم ووضعهم داخل الصناديق بلاستيكية. يعني ايه؟ يعني لازم تراعي درجات الحرارة بالنسبة لهم وتحافظ عليهم من التخبطات، الخبطات، اي تيار هواء يدخل عليهم جامد، كل الكلام ده الكتاكيت مش هتستحمله. من المفضل ان انت تنقلهم في الصباح الباكر علشان لا يتعرضوا لشعاع اشعة الشمس الحارة في النهار. تمام. وممكن تنقلهم في سيارات مغلقة شتاء، يعني لو في الشتاء هتنقلهم في عربيات مغلقة جيدا. من الحاجات المهمة برضو لازم تفحص الكتاكيت علشان تتأكد من خلوهم من العلامات المرضية، علشان يتم استبعاد الكتاكيت المشوهة او اللي بتحتوي على اي عيوب خلقية. ولازم تتأكد برضو من تجانس القطيع. طيب، ايه العلامات اللي يجب مراعاتها وملاحظتها عند شراء الكتاكيت من اي تاجر؟ لا يجب ان تكون المفاصل زرقاء او حمراء. المفاصل بتاعة الكتاكيت لازم يبقى لونها طبيعي، لا هي زرقاء ولا هي حمراء، لون طبيعي، مفاصل الطبيعية بتاعة الكتكوت الطبيعي. تمام. الحوصلة بتاعة الكتكوت لا يجب ان تكون طرية، لازم تبقى ناشفة. ده دليل على ايه؟ دليل على ان الطائر ده واكل، الطائر ده واكل وشبعان وما عندوش فقدان شهية. تمام. يعني لو هي طرية كده يبقى خلاص كده الطائر ده مش واكل وعنده فقدان شهية، او مش عارف ياكل، او عنده سهال، اي حاجة من هذا القبيل.
تمام. لازم نفحص القدمين ونتأكد ان هي دافئة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الرجلين بتاعة الطائر لو مش دافية فيها برودة، يبقى الطائر ده عنده مشكلة صحية تتعلق بالدم، تتعلق بالعظام، تتعلق بأي شيء. لازم تكون دافئة. لا يجب برضو ان يكون هناك اي ريش ابيض. يعني ما ينفعش يكون في اي ريش ابيض في جسم الطائر. تمام. طبعا بكلمك على الفراخ البياضة او حتى السلالات اللي هي بعيدة عن الدجاج الابيض. تمام. الدجاج الابيض كده كده ريشه بيبقى ابيض، لكن اي سلالة تانية من الدجاج البلدي تمام ما ينفعش يكون فيها ريش ابيض. برضو ضرورة فحص العين من اي خلل. ضرورة فحص العين من اي خلل. يعني عين الطائر لو فيها اي التهاب او مقفلة مش عارف يفتحها كويس، حجمها كبير وورمة، كل ده بيؤكد على ايه؟ بيؤكد ان الطائر عنده مشكلة صحية وتنفسية غالبا. لازم العين تبقى كويسة. المنقار لازم ما يكونش احمر. لو المنقار مش احمر تمام يبقى انت كده ايه؟ انت واخد طائر ماله؟ طائر صحته كويسة. فتحة المجمع عند الكتكوت لا تحتوي على نقط سوداء. فتحة المجمع ما فيهاش نقط سوداء. نقط سوداء تدل على إصابة الطائر بأمراض مختلفة. تمام. الفرق بين الكتكوت السليم والكتكوت اللي مش سليم تمام. الكتكوت السليم ما عندوش اي اصابات في جسمه، ما عندوش اي التهابات في جسمه، التهاب سرة، ما عندوش اي مشاكل في عينيه، ما عندوش اي مشاكل في مخرج البيض. ده السليم. حلو. تمسكه كده وهو عمر يوم، تقلبه يقوم لوحده على طول، يتعدل لوحده، معافى، صحته كويسة، مناعته كويسة، عصبه كويس، مش محتاج يتسند. تمام. ده من عمر مش يوم، لكن عمري مثلا 3 4 ايام على طول بيعمل كده. تمام. فلازم تكون عندك الخبرة ان انت ايه؟ تفرق وتفرز ما بين الكتكوت السليم والكتكوت غير السليم. والخبرة دي حضرتك هتاخدها مش بالمعلومات بس. يعني انا قلت لك المعلومات، لكن صدقني وانا اقسم ليك بالله انه المعلومات دي مش هتفيدك غير لما حضرتك تجرب بنفسك. تعمل ايه؟ تروح على طول بشكل مباشر تربي كتاكيت مرة واثنين وثلاثة، ومن خلال ده هتقدر تحدد وتعرف بمنتهى السهولة الطائر الكتكوت اللي في ايدك ده سليم ولا مش سليم، وتشتري الكتكوت السليم وتبعد عن الكتكوت غير السليم. تمام. لو مشيت على كل النصائح دي وجربت بنفسك مرة واثنين وثلاثة هيكون عندك الخبرة الكافية اللي هتخليك مش محتاج لأي حد يساعدك في الموضوع ده بعد كده. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.